يلا بينا ناخدكم في جولة في قرية من أجمل قرى الساحل الشمالي، وهي قرية جراند هيلز. قرية جراند هيلز موجودة في الكيلو 60 في الطريق اسكندرية الصحراوي طريق مطروح. طبعا القرية دي قبل الطريق، وموجود في الجنب التاني من القرية قرية تيبارو. القرية متاح ان انت تروحي شاطئ تبع قرية جراند هيلز في قرية التجاريين، واللي هي الجنب البحري، مجانا طبعا. القرية فيها ميزة مهمة جدا، وان القرية قريبة من مدينة الحمام، وبيكون فيها كل الخدمات من اسواق مثلا اسماك، لحوم، فراخ، كل حاجة. يعني طلبنا منهم اسماك كانت حلوة بصراحة، والاسعار كانت معقولة. هنا بالنسبة ده الممشى اللي قدام القرية من بره، جنب بوابة الدخول على طول. في المكان دوت في اكتر من مطعم مأكولات. في مطعم مأكولات بدوية، في مطعم مشويات، في مطعم اسماك، في كمان الكافيه ده اللي هو كافيه بايوكا. والكافيه دوت بيعمل حفلات بالليل تبقى حلوة بصراحة. في كان كمان مطعم بره كان بيبيع فول وفلافل للفطار، وبصراحة الاكل كان حلو قوي، وكانت الجبنات عنده كمان جميلة. ده كده هو ده الممشى اللي موجود على القرية من بره. هي بصراحة القرية جديدة وكانت حلوة قوي. وفي هنا ماركت، وكانت اسعاره كويسة، يعني مش هتحتاجي تجيبي حاجة تانية. انا بصراحة ما جبتش كل حاجة من المكان، انا جاية من اسكندرية، ما جبتش كل حاجة بالنسبة لي. اغلبية الحاجات جبتها من هناك، وكانت الاسعار معقولة. القرية فيها اكتر من بسين هوريه لكم، وفيها كمان اكوا بارك كانت حلوة قوي وممتعة للاطفال. والقرية فيها كمان اكتر من ملعب، فيها ملعب كرة قدم، وفيها كمان ملعب فولي، وفيها انشطة حلوة قوي. القرية كانت بتعمل حفلات، بس الحفلات ديت بتعملها حسب العدد او الموجود في القرية. يعني احنا لما رحنا رحنا في ايام، يعني في ضمن الايام اللي احنا رحناها كان في يوم الويك اند، يوم الجمعة. وهو القرية سألتهم في حفلات للأطفال وكده، قالوا لي حسب العدد في القرية، لو عدد كتير بنعمل حفلة. ويوم الجمعة كان فيه فعلا عدد كبير مقارنة بالأيام التانية اللي أنا كنت قاعدة فيها في القرية. كان كمان العدد كبير، وعملوا حفلة جميلة قوي للأطفال. في كمان صيدلية في الممشى، وده مطعم المأكولات البدوية، عنده مأكولات بدوية. وده باب الخروج الخاص بالقرية. يلا بينا ندخل بقى القرية. احنا كنت نفسي اخد شاليه قدام البسين على طول، وكان الشاليه بتاعنا قدام البسين. والقرية فيها اكتر من 7 بسين. ده كده الدخول من هنا. البسين ده كان بسين الكبار، وممكن الصغيرين ينزلوا فيه لو ما بيعرفوش يعوموا او طولهم قصير بيلبسوا كتافات. القرية بصراحة كانت نضيفة قوي، وفي الايام العادية ما كانتش زحمة خالص، وده اكتر حاجة عجبتني في القرية. في بسين تاني هناك، وهو دوت البسين الوحيد اللي عليه الاكوا بارك. الاكوا بارك بصراحة ممتعة. وفي المكان دوت بيكون في اكتيفيتي للولاد، في بلياردو، وفي كمان بلاي ستيشن. قرية هادية جدا ومهتمين بكل حاجة، وكانت نضيفة بصراحة قوي. المكان ده اللي عملوا فيه الحفلة يوم الجمعة، وهوريكم الحفلة في اخر الفيديو ان شاء الله. قدام الاكوا بارك في سوبر ماركت بيبيع حاجات ظريفة يعني، واسعاره معقولة. وفي كمان بيبيع مسدسات المية والعوامات والكتافات والبونيه، في حاجات بسيطة كده. الاكوا بارك بصراحة كانت حلوة جدا وممتعة، وضمة اكتر من شكل، فيها كذا سلايز، وكانت ممتعة للولاد. الشكل ده كان حلو قوي، السلايز ده كان جميل، وده كان حلو. كان في جردل المية من فوق بيوقع كده مية على الولاد، كان حلو قوي. ده كده كده مطعم للاكل كان على البسين. كان السلايز اللبني ده كان حلو قوي، عجب الولاد جدا. طبعا في شاليهات كتيرة جدا، الايجار هناك كانت اسعاره معقولة بصراحة.
يعني كانت الايجارات هناك من اول 950 وطالع حسب حجم الشاليه وحسب الشاليه كام غرفة. كان في شاليهات احجامها كبيرة لو انتوا اسرة كبيرة وعايزين الشاليه يكون اكتر من غرفة فيه. في شاليهات خلفية وفي شاليه يكون الفيو بتاعها على البسين على طول. انا بصراحة كنت حابة يكون الشاليه بتاعي على البسين على طول، وكنت حابة يكون دور ارضي لان انا كان معايا اطفال صغيرة، ودي ميزة بالنسبة لي ان انا يبقى الشاليه بتاعي قدام البسين على طول. في اماكن في النص لو عايزين تستريحوا فيها يعني. وده بسين تاني غير الاتنين بسين، فيها بصراحة اكتر من بسين. بالنسبة لمواعيد استخدام البسين كانت من الساعة 10 صباحا للساعة 8 مساء، وكان في النص ساعة بريك من الساعة 2. دي بقى الحفلة اللي قلت لكم عليها، وكانت حفلة جميلة قوي للولاد. الولاد اتبسطوا جدا، كان بصراحة الانيميشن تحفة، كانوا بيتغيروا يعني كان في اكتر من شخصيات كرتونية. الولاد كانت حلوة قوي، كانوا عاملين فقرات لعب وحاجات ممتعة للاطفال الصغيرين، وبصراحة كانت يعني تجربة ممتازة جدا وانبسطنا فيها. لو عايزين برضو تعملوا اكتيفيتي حلوة، كانت قريبة يعني للقرية بس كانت في كيلو 80 في زهران. ده كان فيه يعني زي فود كورت كبير للمأكولات، كان حلو قوي بصراحة، وكان فيه كافيهات وكان فيه بلبن وكان فيه كذا حاجة. في المجمل كقرية بصراحة احنا استمتعنا فيها جدا، من القرى الحلوة واسعارهم كانت معقولة، وبصراحة مش اخر تجربة بإذن الله. ونشوفكم في فيديو جديد. باي باي.